أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. التحذير الثاني للهلال: إياكم والاستعجال. وداعا شيكابالا، الزمالك وبي اس جي. إيه الحكاية؟ قلت في فيديو سابق وبعد انتصار الهلال على السيتي إن أنا هوجه تحذير واتنين للاعبي الهلال. وجهت التحذير الأولاني بعدم الإفراط في الفرحة والاستهتار بالخصم، لأن في نظر الكل إن فلومينينسي أقل من مانشستر سيتي والفوز عليه سهل ومضمون، فقلت لا. ولاعيبة الهلال لاعيبة كبار ومدربهم مدرب كبير، وأكيد خرجهم من حالة النشوة والفرح بالانتصار إلى التركيز في مباراة فلومينينسي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المباراة الساعة 10، وبتمنى كلنا نفرح ونتقابل بعد الماتش نهني بعض بفوز الهلال وصعوده إلى قبل النهائي. فأنا بحذر الهلال من الاستعجال والاندفاع والتسرع لإحراز الأهداف عشان يجيبوا جوان على حساب التأمين الدفاعي. فأنا بحذر من كده وبقول للاعيبة الهلال ما تستعجلوش، إن شاء الله الأهداف هتيجي والفوز هيتحقق بالتركيز والتأمين الدفاعي. والحذر من لعيبة فلومينينسي لأنهم فريق مش سهل، فريق زي ما قلت عنده سرعات وعنده مهارات وعنده مدرب خبير ولاعيبة مهارية، فممكن يلدغوا لدغة وفي هجمة مرتدة يجيبوا جون زي ما عملوا مع الانتر، ويدنهم قاعدين يدافعوا ورا ولا قدر الله يجيبوا جون تاني ويقتلوا الماتش زي ما عملوا مع الانتر، والانتر فريق كبير. فأنا بقول للهلال نلعب ماتش متوازن دفاعيا وهجوميا. كمان بحذر من التفكير في مباراة نصف النهائي. ناس سبقت الأحداث وقالت الهلال لو غلب فلومينينسي وصعد لقبل النهائي هيقابل الغالب من تشيلسي وبالميراس، والاتنين في المتناول، وبعد عن البايرن وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الفرق القوية. فأنا بقول ما ينفعش كده، نركز الأول في مباراة اليوم إن شاء الله، مباراة ربع النهائي، ولما نكسب إن شاء الله نبقى نفكر في مباراة نصف النهائي. ولكل حادث حديث. بتمنى التركيز علشان ما نستيقظش من الحلم على كابوس لا قدر الله، عشان نتقابل إن شاء الله بعد المباراة نفرح كلنا ونهني بعض بصعود الهلال لقبل النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي إن شاء الله وهم قدها. ودلوقتي بنقول وداعا للساحر الأباتشي شيكابالا اللي أبكى الكل امبارح في حلقته الرائعة مع إبراهيم فايق. ودي سنة الحياة، وشيكابالا لو كان لعب السنة دي وجدد السنة دي كنا السنة الجاية هنتحط في هذا الموقف أيضا، فإن عاجلا أو آجلا كان يعتزل. طبعا ده أمر صعب لأن الموهبة الفذة دي واللعيبة المهارية قليلة في مصر وفي العالم. فلما يبقى عندنا لعيب مهاري ساحر زي شيكابالا أكيد الكل بيزعل علشان اعتزاله وترك الملاعب، مش الزملكاوية بس. أنا متأكد إن كل الجماهير المصرية زعلانة لاعتزال شيكابالا، ولكننا كلنا فرحنا بالنهاية السعيدة في الحلقة لما وقع على عقد انضمامه لمحللي MBC مصر، وهو يستحق كده. ونشوف الرسالة الجميلة اللي هو قالها في نهاية الحلقة، وهو النقد البناء وعدم التجريح والالتزام بالأخلاق الرياضية والروح الرياضية، ويا ريت الكل يلتزم بكده. لعيب الكورة بشر، بيخطئ ويصيب، مستواه بيرتفع وينخفض، فما ينفعش نشيله على رأسنا لما يجيد ولما يخفق ننزله لسبع أرض. ما ينفعش، لازم يكون في توازن في التشجيع وتوازن في النقد. ومن شيكابالا إلى الزمالك، وبقول إن الزمالك على خطى البي اس جي. إزاي؟ لو كلكم تفتكروا إن باريس سان جيرمان كان سنين طويلة بيعتمد على النجوم ويروح يجري وراها ويضمها بمبالغ خرافية، وكان معاه نيمار وميسي ومبابي، وخرج من بطولة أوروبا وما عملش حاجة. ويبدأوا سياسة جديدة يعتمدوا على الشباب. بعد ما باعوا ميسي ونيمار وبعد ما مبابي رفض يجدد لهم، بنوا فريق جديد واشتغلوا على مشروع جديد وجابوا لويس إنريكي
وقدر يعمل الفريق كله نجوم، وخد الدوري والكاس الفرنسي، وخد بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخه بفريق شباب كله نجوم وليس فريق النجم الأوحد. وده اللي الزمالك بيعمله دلوقتي. فأنا بطالب جماهير الزمالك إنها تصبر وتمنحهم الفرصة، ومش كل ما يعلنوا عن صفقة الناس تهاجمهم وتقول احنا عايزين صفقات سوبر زي الأهلي. الوضع مختلف نهائيا عن الأهلي. دلوقتي الناس لما بتقارن بين الأهلي والهلال، كل لاعيبة الأهلي القدامى كل المحللين يقولوا لا المقارنة صعبة والمقارنة ظالمة وما تقارنوش، شوفوا الإمكانيات وشوفوا الفلوس وشوفوا النجوم اللي فيه. طيب ليه ما بتعملوش كده مع الزمالك؟ ليه بتقارنوا بين الزمالك والأهلي؟ هو في استقرار في الزمالك زي الأهلي؟ هو في دعم مالي رهيب للزمالك زي الأهلي؟ هو في دعم إعلامي رهيب للزمالك زي الأهلي؟ طيب زي ما بتقولوا المقارنة بين الأهلي والهلال ظالمة، أيضا المقارنة بين الزمالك والأهلي ظالمة. يبقى لازم نصبر وما نقارنش الزمالك بالأهلي، لأن الزمالك احنا شايفين مجلس الإدارة ما فاقش من يوم ما مسك، وعمال يسدد في ديون سنوات قديمة ومجالس إدارات سابقة، والشايل تركة تقيلة وعمالين يسددوا. فما نقارنش الزمالك بالأهلي ونقارن صفقات الزمالك بالأهلي، ولكن ننتظر. الزمالك بيبني فريق جديد إن شاء الله هيكون زي باريس سان جيرمان، فريق يكون كل نجوم، لا يعتمد على نجم أو اتنين أو صفقة سوبر أو اتنين، وإنما الروح والحماس مع الاستقرار والمساندة الجماهيرية وتشجيع جماهير الزمالك. وده أنا متأكد منه إن كل الزملكاوية المخلصين هيقفوا ورا فريقهم. والقلة اللي بتهاجم مجلس الإدارة وبتنتقد كل قراراته، فدول ما بيحبوش الزمالك، دول بيعملوا لمصالحهم الشخصية وعايزين فيديوهاتهم تجيب مشاهدات وعايزين قنواتهم تجيب مشتركين، وفيه منهم بيعمل لهدم الزمالك. فدول ما بيمثلوش جماهير الزمالك. كمان لاعيبة الزمالك القدامى والسابقين لازم يساندوا مجلس الإدارة ويساندوا جون إدوارد ويشجعوا المشروع اللي هو جاي بيه. عاوز يجيب عبد الناصر محمد مدير إداري، نديله الفرصة. عبد الناصر محمد كفاءة ويقدر يسيطر على أوضة اللبس ويقدر يستوعب أي مشكلة. كون إنه مش زملكاوي فده في عرف الكورة وفي عرف الرياضة ما فيهوش أي مشكلة. الزمالك بيجيب مدربين أجانب وبيجيب مدربين مش زملكاوية، فايه المشكلة يعني؟ جت على مدير الكورة يعني ان هو لازم يكون زملكاوي؟ انا شايف انه امر عادي جدا في ظل عصر الاحتراف اللي الكل بيطالب بيه، ونتعامل باحترافية. انا عارف ان الزمالك فيه كفاءات واخرهم وائل الاباني وهو يستحق ان هو يكون مدير للكورة في الزمالك، ولكن جون ادوارد عاوز يستعين بعبد الناصر محمد وشايف ان هو هيساعده وهيحقق نجاح في المشروع بتاعه. خلاص نسنده ونقف وراه وندعمه علشان ما يبقاش له أي عذر أو أي حجة. وأنا شايف إن شاء الله إن هو هيحقق نجاح وهيوصل بالزمالك لبر الأمان، بس محتاجين صبر ودعم ومساندة. العمريتي سبورت قناة جديدة على اليوتيوب هتبقى ترند إن شاء الله. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدعمنا. الاشتراك مجاني وخلص الكلام، ولسه في الملعب أحلام. ومن العمريتي سبورت بقدم لكم أحلى سلام. سلام عليكم.